السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اللي ما مشترك في القناة يروح يشترك فيها، لأنه بتلاقوا قصص جديدة من برنامج رمضانيات صافي. واللي مشترك في القناة يسوي لايك وشير وسبسكرايب، واللي يكتب لي تعليق حلو راح نخلي تعليقه فوق هني مثل المكان اللي أنا مأشرة عليه. هيا بنا نقرأ قصتنا. تبدأ بعنوان رجاحة عقل الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ببضع سنوات نزلت على مكة أمطار غزيرة وسيول أصابت جدران الكعبة بتصدع، ففكرت قريش في إعادة بنائها. اشترك رجال قريش وسادتها في هذا العمل الكبير، وارتفع بناء الكعبة من جديد، واختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، وكانت كل قبيلة تريد أن يكون لها شرف ذلك وحدها. واشتد الخلاف حتى كاد القتال يقنع بينهم. فقال رجل منهم: ما رأيكم أن نحكم بيننا أول من يدخل علينا؟ فكان أول من دخل عليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهتفوا جميعا: هذا الأمين، هذا الأمين، رضينا بحكمه. بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه على الأرض ووضع عليه الحجر الأسود، ثم التفت إلى القوم وقال لهم: لتأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء ثم ارفعوه معا. فلما رفعوه تناول الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفتين في مكانه. وبفضل حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقله نجوا من القتال والفتنة. ما رأيكم يا أصدقائي في تصرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أعجبكم؟ أنا أيضا أعجبني. وأيضا في هذه القصة تعلمنا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقله. تعالوا معي يا أصدقاء لنتعرف على معنى كلمة رجاحة العقل: الذكاء والاتزان وحسن التصرف. تعالوا معي يا أصدقاء في فقرة أجب عن الأسئلة. السؤال الأول: لماذا أرادت قريش إعادة بناء الكعبة؟ ومثل ما تعرفون لازم تكتبوا لي الإجابة في التعليقات. السؤال الثاني: ماذا حدث حين أراد القوم وضع الحجر الأسود في مكانه؟ وكمان الإجابة في التعليقات. انتظروا تعليقاتكم الحلوة على هذا الفيديو. تأخرت على